نتقدم لكم باعتذار على الغياب ديالي اللي كان طويل بزاف. نعتذر منكم لا غالب مع الخدمة والمرض. لا غالب سمحوا لي، وإن شاء الله نحاول نبذل مجهوداتي ندير لكم إن شاء الله فيديو شاك سامان. وشنو هي علاقة الفنان الجزائري لونيس أيت منقلات بالسحر الأسود؟ مرحبا بكم، فاحكي لي مع سومية. القضية ديالنا لنهار اليوم رايحة ترجعنا لصبيحة 15 جونفي 2004 في أوبرفيليي الواقعة في فرنسا، وين توجهت كريستينا لوبيز، هي برتغالية الأصل في عمرها 30 سنة، راحت لدار يماها ماريا لوبيز اللي في عمرها 72 سنة باش تشد لها بنتها. كالعادة لما لحقت الليمابل وبالضبط قدام باب دار يماها لقات ورقة في الأرض مكتوب فيها: بنتي العزيزة، ما نقدرش اليوم نشد لك بنتك، نحبك. كريستينا استغربت من هذا التصرف، خصوصا انه الكتيبة ماشي ديال يماها. تما بدات تصوني وتدقدق بقوة، لكن واحد ما فتح. بدات تعيط باسم ماماها. تما سمعت صوت خفيف لأنه الأرضية كانت من الحطب، أي حركة بسيطة دير الصوت. كريستين تخلعت، بدات تخبط في الباب حتى خرجوا الجيران، وقررت تما تعيط لا بوليس ولي بومبي. هي غير بدات تهدر معاهم، تما تحل الباب ديال لابارتمون وبان منير ايت من قلات، شاب في عمره 28 سنة، وكانت تعرفه مليح بحكم انه كان وليد مول ليموبل اللي هو الفنان لونيس ايت من قلات. منير كان يبان يرجف ووجهه منفخ ومحبط عينيه في الارض، وكان غران دو تاي. ما قدرتش كريستينا تشوف واش كاين في لابارتمون. دفعاته ودخلت، وكانت مخلوعة لأنه الدار كانت سافرة على عافر، يعني مقلبة. كريستينا بدأت تبكي وتعيط وتجري تحوس على ماماها كي المهبولة، ومنير كان يمشي موراها بلا ما ينطق حتى كلمة. كي لحقوا البيت ماماها، تما منير حب يغلق عليها الباب، وقف ما خلاهاش تدخل. كريستينا حكمتها على كريز، بدات تضرب فيه وتعيط باش يبعد ويخليها تدخل. واخيرا قدرت تدخل، وغير شعلت الضوء زادت تخلعت كتر وكتر. شافت الخزاين مفتوحين، الحوايج مرميين، تصورها مقطعين، وفوق البنك الحوايج مكومين. وكنحاتهم لقات يماها ماريا مرمية فوق البنك على وجهها بلا حوايج، وكاين كتيبة غريبة على كامل الجسم ورافدة صليب بالمقلوب. المهم كريستينا ما جات الدور حتى حكمها منير، غمها بيديه وقال لها بصوت بالعقل: بركاي ما تعيطي. كريستينا عضاتو، هربت. كي خرجت من لابارتمون لقات بنتها تبكي والجيران دايرين بيها وجاو يكلموها. منير خرج وقعد في الدروج قدام لابارتمون وساكت. لحقت الشرطة والحماية، اعتقلوا منير ودخلوا يشوفوا مسرح الجريمة. منير وفي التحقيق قال لهم بلي ماريا عرضاتو الفطور الصباح مع بنتها، وهو كي راح الصباح لقى الباب مفتوح. قال اكيد ماريا خلاته مفتوح على جالي ولا على جال بنتها. دخل غلق الباب وتفاجأ بهذاك المنظر المرعب، معرفش كيفاش يتصرف. وكي جاي يهرب سمع الدقديق في الباب وعرف صوت كريستيان. المحققين جابوا راهب معروف في المنطقة، لأنه الكتيبة اللي كانت في الجسم ديال ماريا كانت ذات طابع ديني. الراهب موريس أكد لهم أن الرسومات والرموز عندها علاقة بالسحر الأسود. نولوا لعلاقة منير مع ماريا وكريستينا. بعد التحقيق في حياتهم اتضح أنه منير كان يحب كريستينا، وحكى ليماها باللي لو كانت تتفارق مع راجلها هو مستعد يتزوج بها ويتكفل بنتها الصغيرة. ماريا كانت ما تحبش راجل بنتها، وكانت دايما تشكي لمنير وتقول له: بنتي ما راهيش مهنئة، وماذا بها تتفارق مع راجلها وتتزوج مع منير اللي كانت تحبه ودايرته كي وليدها. كان يعاونها في الورق والأدوية. تقرير طبيب شرعي أكد أن الضحية ماتت مخنوقة، لأنه لقاو آثار أصابع على رقبتها، ولقاو آثار ضرب وجرح على كامل الجسم. والأخطر أنهم لقاو
آثار اعتداء لا أخلاقي، ولقاو أشياء غريبة داخل الجسم ديالها. مثلا لقاو غوج على لافغ. نولو دايما للتحقيق ليكشف أنه منير كان يحب المطالعة، خاصة علم الديانات والطقوس الغريبة. وهذا الشيء يربطه مع ماريا اللي كانت إنسانة متدينة تروح للكنيسة وكانت تمارس طقوس السحر البرازيلي. المحققين قرروا يحطوا منير تحت المتابعة مع طبيب نفسي اللي نجح أنه ينطق منير. الكي بدا يحكي واش صرا في هذيك الليلة. منير قال بلي ماريا تفاهمت معاه باش يسحروا راجل بنتها ويتهنوا منه. منير تزوج كريستينا وماريا تتهنى على بنتها مع منير كما قال هو. السهرة بدات وماريا قالت لمنير باللي لازم يشربوا الكحول باش الطقوس يمشيو كما يلزم. وكما كان الحال شربوا كمية من الكحول وزادت طلبت منه ممارسات لا أخلاقية. تما منير ما حبش وغادر المنزل تاع ماريا على 12 ديال الليل، وكانت ماريا حية ولاباس بيها. فيفري 2008 لونيس أيت من قلات والزوجة ديالو سافروا لفرنسا لحضور المحاكمة ديال ولدهم منير. محامي الضحية عرض تصاور اللي كانوا بشعة وصادمة بالنسبة لكامل الناس، خصوصا الأب والأم ديال منير. وزاد عرض الأدلة اللي كانت على حسب هدرته هي أدلة قاطعة بأنه منير كان محضر مليح للجريمة، واللي هي أنه كرا فيلم لقاوه المحققين في دار منير واللي أحداثه قريب الأحداث اللي صارت ليلة 14 إلى 15 جونفي. دليل تاني هو تقرير خبير الخطوط اللي أكد أنه الرسالة اللي لقاتها كريستينا قدام باب دار يماها هي مكتوبة من طرف منير. محامي منير والعائلة أكدوا أن الأدلة هذه والأدلة الأخرى اللي هدر عليها محامي الضحية هي أدلة ملفقة. ومنير لو كان ارتكب الجريمة ما يقعدش حتى الصباح، ولو كان هرب واحد ما يعرف له آثر. خوه جعفر قال لو كان منير اللي قتل وعذب ماريا وعلاش ما لقاوش آثار تم في لابارتمون. وقالوا أيضا أن منير ضحية العنصرية اتجاه العرب والمسلمين، وأكدوا أن المحققين لقاو منير قدامهم كمتهم مثالي حصلوا هافه. المحكمة أدانت منير ب20 سنة سجن نافذة، ومنير بحسن السيرة والسلوك ما كملش المدة وخرج سنة 2016. هنا تخلص القضية ديالنا اللي حيرت جميع واحد ياخد التفاصيل ديالها. وانتو ما في رايكم، منير مذنب ولا هو صح ضحية العنصرية؟